زوز فرق دخلوا في المقابلة. المبادرة كانت من نادي صفاقسي وتوزيع أيمن الحرزي في الدقيقة الثانية تلقى قدامها دفاع المتلوي اللي يعكس الهجوم وكرة طويلة في ظهر الدفاع لعلاء الدين عباس اللي هز الكرة بالحارس أيمن دحمان، لكن نسيم هنيدي يفسخ الهدف. 3 دقائق بعد مرة أخرى علاء الدين عباس يخلق الخطر على دفاع السيسيس، يصوب من بعيد لكن الحارس أيمن دحمان يخرج الكرة للركنة. بعد البداية القوية النسق ينخفض وتدريجيا النادي الصفاقسي يسيطر على المقابلة وتتعدد محاولاته الهجومية خاصة من طرف علي المرزوقي اللي يحاول لكن في كل مرة يلقى قدامه دفاع نجم المتلوي. أقل من نص ساعة في الشوط الأول الحكم أمير لوسيف يوقف المقابلة ويعطي فرصة للاعبين لشرب الماء خاصة مع درجات الحرارة الكبيرة والأرضية الاصطناعية للملعب. بعد الراحة القصيرة السيسي وصل السيطرة وكان قريب من افتتاح النتيجة في أكثر من مناسبة في الدقيقة 34 وخروج خاطئ الحارس المتلوي سليم رباعي كاد يكلف فريقه هدف. دقيقتين من بعد كريس كواكو من داخل منطقة 18 تصويبة في شكل توزيع يخلط عليها الرباعي، والدقيقة الأخيرة من الشوط الأول في رشوات يلقى قدامه الحارس سليم رباعي. بداية الشوط الثاني كانت مشابهة لبداية المباراة، والمرة هذه نجم المتلوي هو اللي يبادر بالهجوم. علاء الدين عباس يصوب بقوة والحارس أيمن دحمان يتألق في التصدي في أول مقابلة ليه في البطولة. بعد الفرصة هذه فرصة أخرى لفريق المنج، عماد المنياوي يراوغ يصوب لكن يلقى قبله دفاع سيسيس. بعدها السيسيس يفرض سيطرته وفي الدقيقة 53 تبادل كرة ممتاز وتوزيعة مليمترية من أشرف الزواغل في راس شوات وواحد قدام المرمى لكنه يضيع بطريقة غريبة. 10 دقائق بعد عمل فردي ممتاز من حمزة المثلوثي من اليمين يطلع بالكرة 1-2 مع وليد القروي، المثلوثي يوزع والمرة هذه في راس شوات يتدارك ويحط الكرة في الشبكة. في ظل فشل الهجومات المركزة نجم متلوي يلوج على الحل من خلال التصويبات، ومرة أخرى الحارس أيمن دحمان يتألق في التصدي لتصويبة علاء الدين عباس. بعد 72 دقيقة لعب تبدأ التغييرات. الغربي دخل أشرف العفلي مكان وسيم كمون، ورودكرول يخرج على المرزوقي ويدخل مكانه جاسم حمدوني. كوتشينغ مرة أخرى نجح الرودكرول بما أنه 3 دقائق فقط بعد دخوله الحمدوني يتوغل من اليمين يعطي كرة في طبقة سكري اللي سجل ثاني أهداف النادي الصفاقسي. الربع ساعة الأخيرة من المقابلة ظهور التعب على زوز فرق، ونجم المتلوي وكأنه قبل بالهزيمة والمحاولات الهجومية كانت محتشمة وكان حتى ينجم يقبل أهداف أخرى خاصة في الوقت البديل من تصويب جاسم الحمدوني ولا من رأسية نسيم هنيدي. في الأخير المواجهة ما بين أكبر وأصغر مدرب في البطولة تعطي تفوق الرودكرول والنادي الصفاقسي اللي يربح 2 بلاش نتيجة الترجم سيطرته على